لأول مرة في صوت نسائي حاضر بالإذاعة السورية. تعالوا لأحكي لكم القصة. عام 1947 بدأت إذاعة دمشق ببث برامجها، صوت بيعكس تنوع المجتمع السوري. بمرحلة كانت الإذاعة فيها تجربة جديدة بالكامل، وبهديك الفترة شاركت الممثلة هدى شعراوي بالتمثيليات الإذاعية، تسجل كأول صوت نسائي سوري يسمع عبر الأثير، وتشكلت بهديك اللحظات حالة جميلة من تفاعل المجتمع. وانفتحت آفاق كانت المرأة تخاف تدخل فيها أصلاً، وصار الصوت النسائي بالإذاعة أمر يلقى الدعم. كانت الإذاعة بهداك الوقت مساحة ثقافية وإعلامية ناشئة، تنقل الأخبار والأدب والدراما الصوتية. كان وجود المرأة جزء من هذا التطور المهني، لكن الدخول لهذا المجال ما كان أمر بسيط، لأنه العمل الإذاعي كان جديد، قواعده عم تتشكل ومساحاته محدودة أصلاً. كل مشاركة فيه كانت بتتطلب حضور جاد ومسؤولية عالية جدا. بعدين انضمت عبلة أيوب الخوري للإذاعة، وصارت أول مقدمة برامج سورية. وبتنتقل مشاركة المرأة من التمثيل الإذاعي للتقديم المباشر للمحتوى. هاي الخطوات ممكن اليوم تظهر لك كشي بديهي، لكن كانت نقلة نوعية شكلت بشكل أو بآخر البوابة الإعلامية النسائية بسوريا. وصاروا بعض البنات بهديك الأيام يفكروا ويحلموا إنه صوتهم يطلع على الإذاعة. أكيد ما فينا نعرف كم بنت وقفت جنب المراية وهي عم تقلد عبلة أو هدى، بس أكيد صار هذا الشيء. لكن بوقتها كانت بداية لمسار مهني طويل توسع مع السنين، وفتح الطريق أمام أجيال من النساء السوريات ليشاركوا اليوم ببناء الإعلام السوري الحديث.